السلام عليكم، صباح الخير البنات. ان شاء الله تكونوا بخير بصحه جيده ومهنيين يا ربي الكريم. مرحبا بكم في قناه لا بلونش جزائريه مقيمه بفرنسا. اليوم ان شاء الله عندنا وصفتين، وصفه المطلوع نديروه في الكوشه ان شاء الله بالفارينه، ساهل ماهل بلادلك بما المقادير جد مضبوطه يعني. وعندنا الوصفه الثانيه شيفلور مقلي بخلطه يعني نديروا لها واحد لا ماريناد هايله، يجي مقرمش ويجي بنين. فوالا ما نطولش عليكم ان شاء الله نروحوا نشوفوا الوصفتين كيفاش نحضروهم مع بعض. نبداو بسم الله في الوصفه ديالنا. عندنا 3 كيلات تاع الفرينه، مغرفه كبيره تاع خميره الخبز ونص ملعقه كبيره تاع السكر، نخلطوا بالماء دافي بيان سور حتى تنطم لنا العجينه ما تكونش جاريه. هنا البنات هنايا كلات لي كاس هذا اللي نخدم به، قعدت لي مغرفه برك منه البنات. فوالا نخدموها ونطموها. دوك نوريكم هاد الزوج كيسه اللي حنوريهم لكم البنات يرفدوا نفس الشيء، يرفدوا 240 مليلتر. بعد ما نطموها هنايا البنات نخلوها 15 دقيقه تريح. بعد ما خمرت لنا العجينه يا بنات هايليك نحلوها، نديروا شويه ملح وندردروا فيه الماء، نحلوه في الماء شويه ونبداو نعجنوا كما راكم تشوفوا على الفيديو. ندخلوا بالدبزه بشويه هكا ومن بعد نخدموها كيما شغل خفاف، نحكموها ونخبطوها يعني نخبطوها نضربوها بك. نضيفوا الماء هنا كنت نزيد بالملعقه شويه حتى نحصلوا على عجينه طريه تتلاصق في اليد. هاوليك يا البنات انا هنا ما حبيتش نحذف حتى مقطع، سرعته فقط باش تشوفوا كامل المراحل تاع العجين تاع الخبز. ماشي حاجه واعره، سهله بالعقل. دخلوا الماء، نزيد بالمغرفه، ما ديروش كميه كبيره باش ما تغلبكمش العجينه. خدموها بالعقل كما راكم تشوفوا بالدبزه من بعد نضربوها ان شاء الله. انا نضربوا في الخفاف باش يعني يجينا الخبز خفيف ومتهوي. فوالا كما تشوفوا بهذه الطريقه. نزيد لها بالعقل في الماء واني نخبط فيها برك، مانيش ندلك البنات، نخبط فيها برك. فوالا كما راه موضح هكذا في الفيديو. كما راكم تشوفوا هنا البنات انا هنا المس خديت يعني في المجمل كامل قام لي كاس وربع نتاع الماء، كاس وربع تاع الماء. راكم تشوفوا يا بنات العجينه بدات تخدم، شوفوا بدات تولي شغل كتله وحده. راكم تشوفوا هذيك تجي خفيفه وطريه بزاف يا البنات. هذا الخبز يجي بزاف خفيف. شوفوا راني نزيد لها في الماء بالعقل واني نضرب فيها، راني نضرب فوق فيها مانيش كما راكم تشوفوا راني نضرب فيها برك. هاي اللي كان موضح الفيديو كامل المراحل موضحه في الفيديو هنايا. واللي حبت البنات تخدم في البيتخان تخدم، ما عندها الاختيار ما تخدمش الكروشي تخدم الاخر يعني. نبقاو هكا البنات نخدموا فيها مده 3 دقائق هكذاك. وانا وريت لكم يا البنات الصوره تاع لافارين اللي استعملتها، ثم نحطوها في اناء نغطوها حتى تضاعف الحجم ديالها. هاي ليك يا بنات بعد ما تضاعف الحجم ديالها نحيو لها لي فيم اليمونتير هذاك اللي كان فوق ترونسبارون، نحيو لها كلش، نديرو دينا في شويه ماء ونحطوا لها الخمور ديالها غير بالعقل. هاي بنات نديرو شويه سميد فوق الطرشونه. هاي ليك ونبداو نديرو يدنا شويه ماء، ماشي بزاف غير شويه في الماء، ونبداو نقرصوها. ليك ناخذ الخبزه الاولى موضحه، شوفوا كيفاش راني نقرص فيها. فوالا هاي ليك خدميها هاي ليك بالعقل برك يا البنات. ديروها في سميد، قرصوها روليوها وحطوها بجيه، ونزيدوا نفس الطريقه مع الخبزه الثانيه. هاي ليك يا البنات ما تخافوش العجينه البنات، ما تخافوش. على بالي بالمبتدئات كل وحده تبدا اول مره حتلقى صعوبه، ولكن مع الوقت مع الممارسه حيجيكم كلش سهل باذن الله. فوالا كنتو تشوفوا الطريقه هاي موضحه في الفيديو يا البنات. فوالا انا قرصناهم حطيناهم بجيه، نخلوهم يرتاحوا يا البنات 2 دقائق معانا ونبداو نقرصوا فيهم. في هذا الوقت البنات نهضروا شويه على الفرن اللي حنطيبوا فيه الخبز. الفرن مهم جدا في الخبز تاع المطلوع هذا يا البنات. شوفوا اول حاجه الفرن تسخنيه مليح على اعلى درجه عندك في الفرن ديالك، اعلى درجه. الفرن لازم يسخن مليح هو بالبلاطو اللي حنطيبوا فيه الخبزه. داكوغ البلاطو اللي حنطيبوا فيه الخبزه يسخن مع الفور، لازم يسخن لنا مليح. هذه الحاجه الاولى البنات. اذا عندكم الفور تاعكم يشعل الفوق والتحت البنات، الفوق والتحت خلوه يشعل مليح الفوق والتحت، بصح كي طيبوا الخبزه طيبوها لتحت باش ما تتحرقلكمش من الفوق ويكون عندها الوقت طيب. داكوغ واذا كان الفور تاعكم يشعل غير لتحت ديروها درجه عاليه على التحت. داكوغ ما قريب للوسط شويه تحت الوسط. فوالا باش طيب بيان تحت، وكي طيب طفولو شعلوا له الفوق. هاد الحاجات مهمين يا البنات في الطياب تاع الخبز. الفور يكون سخون مليح، البلاطو يسخن مليح في الفور باش من بعد تحطوا فيه الخبزه ديراكتومون طيب. علاش؟ باسكو لو كان البلاطو يكون بارد البنات الخبزه حتاخذ لكم الوقت وتجيكم يابسه، باسكو الخبز لازم له النار قويه. لو كان لو طون اللي تسخن البلاطو باش يطلع له طياب الخمور يهبط والخبزه تجيكم ثقيله وما تجيكمش فخفخه لداخل. ان شاء الله تكون لحقتكم الفكره اللي حبيت نلحقها لكم. هذه هي البنات
هادوما زوج نصائح مهمه في الطياب، باسكو الطياب مهم في الخبز البنات، مهم بالبزاف يعني صراحه. نخليو هكا زوج دقائق يكونوا جازوا، ونبداو ان شاء الله نقرصوا الخبز مع بعض. هاي هضرنا على الخبز، هضرنا ان شاء الله نكون عطيتكم كاع المعلومات يعني اللازمه. هاي نبداو على بركه الله نقرصوا في الخبزه الاولى. كاين حاجه البنات نهضروا عليها، القوام البنات تاع العجينه اللي نوريه لكم مهم جدا. خاص ديفا نعطيكم يعني سوا شحال لازم الماء، شحال كذا المقادير مضبوطه، ولكن كل فرينه تختلف على فرينه واحده اخرى. هكا دوك نوري لكم يعني القوام تاع العجينه، شوفوه ركزوا عليه مليح. ونبداو نحلو هاد المره سيت نحلوه لكم بالحلال بطريقه مختلفه باش تشوفوا. نقدروا نحلوه نقرصوه باليد ونقدروا نقرصوه بالحلال. هذيك الخبزه الاولى كنا نقرصتها شويه بيدي ومن بعد حليتها بالحلال. وين ما تقدرش دير بابي كويسون فوق طبسيوله وتحلها وديرها في الفوق. ونبداو هكا مع الخبزه الثانيه. هاي ليك البنات ما تزيروش بزاف على الحلاله، ماشي حتى تنحوا لها كاع الخمور ديالها، غير بالعقل. شوفوا يا البنات الطريقه اللي ما تعرفش ترفد الخبز. راكم تشوفوا واش خديت هذا اللي نقطعوا فيه لي ليغوم ولا اللحم ولا الدجاج واش ديروا به. درت بابي كويسون هاي ليك راكم تشوفوا، ودرت له كامل سميد وقرصتي الخبزه فيه. انا كنت قرصتها من قبيل تما رفتها حطيتها برك فوالا باش تشوفوها. نتوما اللي ما يعرفش كيفاش تقرص الخبز دير هاد الطريقه، تحطوا كيما راه في بابي كويسون. جبدنا هدايا الخبز البلاطو يكون سخون من الفور فوالا. شوفوا كيفاش ديروا يا البنات، ما فيهاش شقوه. شوفوا نجيكم منا خو باش تشوفوا هكذا وتتجبدوا. اصبروا تشوفوا البنات دقيقه برك. هاي لك يا بنات شوفوا هكا باش تشوفوها مع خير. شوفوا هكذا واش ديروا. اوبس زلق لكم شفتوا نتوما من قبل انا كنت فرشت لكم هدايا، مي نتوما ما تفرشوش، هذا وحده يكفي باش طيبوا فيه فهمتوا. ما كانش ديروا هدايا من تحت، هذا يكفي تزلق. هاي لك تروحوا ديروها على درجه طيب فوالا. ان شاء الله تكون طريقه واضحه. هذه اللي فريمون ما تقدريش ترفد الخبز وتخاف منه، هذه هي طريقه حتنجح لك. ما تمسي الخبز وتخافي تخسر لك ما والو فوالا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الطريقه البنات. وهنا البنات كما راكم تشوفوا نقيت شي فلور وريدات درتو في الماء والخل لمده 10 دقائق، ومن بعد تيك بعد نغسلوه مليح ونديروه يغلي لمده 8 دقائق. نصفيوه البنات بهذه الطريقه ونخلوه يبرد. هذا البنات بعد ما برد لنا مليح الشوفلوغ ديالنا واش نروحو نديرو، نروحو نوجدو الخلطه اللي نديرو بها. هنا كما راكم تشوفوا عندنا 4 حبات تاع البيض، عندنا المعدنوس ديري نتيا الكميه على حسب اللي عندك. ندير هكذا انا من بعد نشوف. عندنا الملح وعندنا زيت فلفل كحل. هذا مكان هذا واش ندير. الحاجه المهمه اللي حنزيدوها في هذا الشوفلوغ باش يجينا بنين وما تجيش كاع فيه لو غو تاع الشوفلوغ ولا ريحه الشوفلوغ، هي الثوم. نزيدو 3 فصاص تاع الثوم كما تشوفوا البنات. ان شاء الله تكونوا تشوفوا فوالا. هاي لك 3 فصاص تاع الثوم. الحاجه المهمه البنات اللي لازم نزيدوها في هذه المرحله هي عصير حبه الليمون. فوالا عصير حبه الليمون. ما تقولوش بزاف البنات العصير الليمون باسكو فرانشمون هو اللي حيقضي لنا كامل. نزيد حنزيد هذا المعدنوس كامل باسكو ما يكفينيش. هاي لك هو حيقضي لنا كامل على الريحه. ديجا ينحينا ريحه البيض وينحينا ريحه الشوفلوغ، والمزيج بين يعني عصير الليمون مع الثوم سي حاجه رائعه. هاي لك البنات هذا مكان. واش حندير شوفوا البنات واش حنديروا. عندنا هاي تشوفوا الفرينه الاولى هاديه، هنا عندنا وعاء، والدوزيام نديروا الفرينه. هنا واش حنديروا حنحكموا شوفلوغ نغطسوه في لافارين ومن بعد في البيض هذا الخليط ومن بعد نديروه في هذا لافارين. لافارين الثانيه البنات واش حنديروا. لافارين الاولى كنا زدنا لها شويه تاع الملح باش ما تجيناش صامته فوالا. ولافارين دوزيام واش حنزيدوا لها باش تعطينا ديك القرمشه البنات في الشوفلوغ. حاجه مهمه لا شابيور كما تشوفوا فوالا. لا شابيور حتعطينا يعني واحد شوفلوغ هايل. شوفوا ما نديروش غير لا شابيور باسكو يجينا حرش، وما نديروش لافارين باسكو يجينا طري بزاف. هكذا هذا الخليط هذايا حيدير لنا. ما نزيدوش هنايا الملح البنات سي با لابيل باسكو لا شابيور مالح فوالا. هاي ديك البنات نرمدو هكذا في لافارين. تشوفوا في لافارين فوالا باش جوست الخلطه تاع المعدنوس هذيك تشد لنا في الشوفلوغ. هاك نحطوه داخل البيض، ما نديروش كميه كبيره باش تساعدنا. هاي ديك وندورو كامل الحبه هذيك بلا عقل هكذا. راك تشوفوا البنات ان شاء الله تكون الصوره واضحه غير بالعقل باش ما يتكسروناش. شوفوا نحكموا كيما راهي البنات. شوفوا
فوالا ان شاء الله تكون الصوره تاعك واضحه. راك تشوفوا شوفوا يا البنات، بعد ما درمتو في لافاغي الاولانيه باش تبان لكم مليح الصوره، نحكمو هنا نحطو في الخليط كما راكم تشوفوا، نقطروه ونحطوه في الخليط الثاني. شوفوا نزيدو الحبه الثانيه مع بعض هكذا، نسيو نرمو لها كامل هذيك باش تجي شابه بالمعدنوس. يلا نحكمو الحبه الثانيه كما راهي، نقطروها مليح ونديروها في الخليط الثاني هكذا. نروحو هاذيك يا البنات، شوف الاخ تاعنا يتخلى وحنا نقلبوه فيه حتى ياخذ لنا هذا اللون الاحمر راكم تشوفوا. ابخي يحبوا شويه ماشي محمر هكذا مليح يدبر راسو، ولكن هذا اللون شباب. وهكا نكملوا كامل بنفس الطريقه الكميه هذه يا البنات. وهنا يا البنات كنت استعملت زيت تاع لي فريت، يعني قليتها بليزيور فوا لي فريت، من بعد استعملتها الشفلوق باش هكا نرميها هكذا نقتصدوا شويه مع هاد الغلا. هايديك البنات شوفوا هاي الخبزه راكم تشوفوا طابت، هايديك طابت بجوج جهات فوالا. نحكموا شوفوا الخبزه كي تخرجيها، شوفوا البنات تحسيها شويه يابسه ما تخافيش واش داير، نحكموا طرشونه كاريمون غير نخرجوها من الفوق نغطوها هكا بطرشونه، نغموا عليها واحد زوج حتى 3 دقائق تطرى معنا وتولي هايله. هامي كاين البنات الاطباق تاعنا اللي درناهم نهار اليوم واجدين. هاكو تشوفوا شوفلور طري الداخل مقرمش على البرا، بنين رائع بريحه الثوم مع السيترون، جا روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوه هذه بالطريقه ديالي. وعندنا الخبز كما راكم تشوفوا فيه يجي طري فارغ الداخل، يعني خفيف بالبزاف. هاوليك يا البنات مع سلطه خفيفه، يعني سلطه فيغ طوماطيش خيار شويه زيتون، وكنت خدمت لها صوص بالثوم ولا منطقه. ان شاء الله نشاركها معكم في المرات القادمه ان شاء الله يا ربي يكونوا عجبوكم الوصفتين تاع اليوم. واذا عجبتكم لا فيديو ديروا لنا ابوني، عطونا لايك وديروا لنا كومونتير شباب باش تشجعونا. شاهدكم في الجنه ان شاء الله، والى فيديو اخر ان شاء الله. صحه فطوركم ولا صحه عشاكم، سلام.